سلام. الفيديو اللي كنت درت على المسمن في المارشي ببساطه كناكل واحد المسمن خبز مغربي من النوع اللي تربينا عليه في بيوتنا وكبرنا معاه وكليناه وشفناه في سواقنا وفي الثقافه ديالنا. الملوي ولا المسمن هو خبز بسيط في شكله ولكن كبير في الدلاله ديالو، حيث هو ماشي مجرد عجين، هو جزء من الذاكره ديال الطقوس، جزء من الهويه المغربيه. اليوم ولينا كنلقاوه كيتطيب بايادي جزائريه او تونسيه او غيرها في فرنسا خصوصا. بغيت نعرف واش هذا عيب؟ انا كيجيني بالعكس، هذا دليل على ان ثقافتنا ناجحه لذيذه زوينه وجميله في التبني والانتقال، ولا ينقص منها شيئا بل يثبت انها محبوبه وحيه. كاينين جزائريين وتوانسه كيطيبوا المسمن هنا في فرنسا بالاخص، ومالها اش فيها؟ واش منين شفنا السباغيتي ولا لي بات كيطيبوا في بلاد الناس وحدين اخرين قلنا الطاليان ما بقاتش ديالهم لي بات، ولا منين شفنا فرنساويين كيطيبوا السوشي قلنا ما بقاش السوشي ديال اليابانيين؟ ما فهمتش انا الطيب واش محصور على جنسيه ولا حومه ولا قبيله؟ راه كلشي كيطيب، كلشي كيبغي يذوق وكلشي كيبغي يتعلم من بعضياته، واخا تكون نتايا عريف وابو الفهيم في هذا الشيء. انا ماشي بغيت ندير هذا الفيديو باش نصحح احكام شي حد ولا نبرر نفسي لشي حد، كل انسان مسؤول على احكامه الجاهزه والمسبقه. ولكن ملي كنقولوا اننا كناكلوا برا ولا خرجنا ناكلوا في ريستو ولا مشينا ناكلوا في الله يجعل الماكله ديال الزنقه، ماشي حيت ما كنطيبوش في ديورنا ولا ما شبعانينش في ديورنا وما شبعانينش من دفء العائلات ديالنا. اللي بغى يعرف يتفضل القناه ديالي، غادي يلقى فيها تبارك الله ما يشبع فضوله وبكل تواضع. اي انسان في العالم حتى اكبر شاف وشوفوا البرامج الكبرى كيبغي يذوق الطعام ديال غيره ويستلهم من غيره ويطور ثقافته في الطهي، حيت الطبخ ماشي حكر على احد. علاش نعيبوا على الناس حبهم لاكلنا وثقافتنا؟ اولا خصنا نقدروا ثقافتنا اللي وصلت لايدي الناس وحدين اخرين وتعيشوا منها وتيوكلوا منها وليداتهم. هذا الخبز البسيط اللي هو المسمن ولا اكل مدخول الا بغينا نقولوا ديال بزاف ديال الناس، وهذا راه شرف كبير لنا حنا المغاربه نكونوا حنايا وبثقافتنا سبب فيه. وختاما، ثقافتنا المغربيه العميقه والمتضاربه في العمق وفي الجذور تبارك الله ماشي ممتلكات خاصه نخافوا انها تسرق منا، بالعكس ثقافتنا رسائل الحب خصنا نصيفطوها للعالم، خصنا نصفقوا لثقافتنا ونشجعوها الى واحد اخر تبناها. بالعكس هذا شرف لنا، وهذا رايي لا الزم به احدا غيري. تهلا.